بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم في قناة كل يوم بداية جديدة. النهاردة معايا فيديو روتين وتشجيع وتحدي كسل. احنا دلوقتي يعني المغرب، فاحنا الحمد لله اتغدينا كنا عاملين كفتة ومكرونة سباكيتي، كفتة مشوية في الفرن ومكرونة سباكيتي. ده يعتبر روتين مسائي او شغل البيت اللي بعمله في النص التاني من اليوم. طبعا دي المواعين اللي مغسولة، وهنا بس في طبق واحد في الحوض هغسله، كنت مغطية بيه اكل، بس ده هيتغسل. وهبتدي اول حاجة اشيل المواعين النظيفة اللي هي المغسولة ديت، كل حاجة احطها في اماكنها. وزي ما انتم شايفين البوتاجاز نظيف، مسحته بعد ما خلصت الغدا ونضفته. وكمان النهاردة الست جايبالي لفت هنضفه واغسله واخلله، وكمان ده خاص برضو لسه هيتنضف ويتغسل ونشيله يعني. ودي كانت بقية صلصة مكرونة باقية من الغدا، انا حطيتها هنا عشان اغسل الحلة. وكمان مطلعة اللحمة علشان اجهزها لغدا بكرة ان شاء الله. هنعمل صنفين غدا، هنعمل ان شاء الله بامية باللحمة يعني نصها هاخده للبامية ونصها هسلقه واشيله بشوربته في التلاجة، اعمل عليه تاني يوم اي حاجة تانية لسه مش مقررة. فيلا بينا نبدأ ونشيل اول حاجة المواعين بتاعتنا ونشوف هنعمل ايه بعد كده. ودلوقتي انا نزلت اللحمة اللي هتتسلق، انا قطعت اللحمة قطع صغيرة نزلتها تتسلق. هشيل الريم واحضر لها الحاجة بتاعتها اهيت. بعد ما اشيل الريم بتاعها هشيل الريم وارجع لكم تاني. وخلاص انا شلت الريم بتاع اللحمة. لازم تشيل الريم قبلها، قبل ما تحطي اي حاجة للحمة علشان تاخدي احلى شوربة. بصوا انا قطعت اللحمة قطع صغيرة كده لان انا لسه مش عارفة هعملها ايه. احتمال مثلا اعملها في برام رز في الفرن، او اللي هو الرز المعمر، لسه مش عارفة. وادي الحاجات بتاعتها عبارة عن بصلاية وفلفل اسود مش كتير، وحبهان مطحون شوية صغيرين برضو، ورق لورا ومستكة، وحبهان صحيح هنزلهم في الشوربة وهقلبهم. طبعا مش بحط الملح دلوقتي خالص، الملح بحطه بعد اللحمة ما تبتدي تدخل في السوا. بس كده هقلبهم وهشيل هغطي الحلة علشان تستوي اللحمة على راحتها. ابتدي اغطي الحلة بتاعتي اهو واقوربها كده علشان ما تفرش على النار. على العين التانية انا ولعت النار وحطيت معلقة سمنة عليها شوية زيت عباد شمس صغيرين. وفي نفس الوقت انا هنا اهو جهزت بصلاية كبيرة مفرومة وعليها معلقة توم مفروم، وكمان هنا الملح قصدي فلفل اسود وجوز الطيب وبهارات. وطبعا البهارات دي على حسب رغبتك، انا جوز الطيب بحط حاجة بسيطة مش بحط كتير يعني، بس مجرد تطعيم للاكل. مستنيه بس السمنة تسخن وانزل بالبصل. ونزلت بالبصل والثوم على السمنة والزيت اهو. يعني انا مش بحمرها، انا بس بشوحها كده وبعدين انزل عليها باللحمة. وعبال ما البصلة تتشوح هضرب الطماطم في الخلاط، لاني بحب اعمل البامية بعصير الطماطم الفريش. فهضرب الطماطم في الخلاط واللحمة جاهزة اهي ومتقطعة، بس اول البصلة ما تتشوح هنزل عليها اللحمة وهرجع لكم تاني. وخلاص البصلة اتشوحت ونزلت عليها باللحمة والفلفل الاسود والبهارات المشكلة وشعرة من او سنة من الجوز الطيب، وشوحتهم في بعض زي ما انتم شايفين كده. بس كنت موطيه النار شويه، هعليها. كنت موطيه النار عبال ما اضرب الطماطم، وانا فعلا ضربت اهو الطماطم. وطبعا كل ما بعمل شفشق عصير طماطم كده لازم اعمل حسابي في كوبايه عصير، لان انا بحب عصير الطماطم جدا، وعايزه اقول لكم ان هو مفيد قوي. زي ما انتم شايفين الحوض معايا فاضي، لان انا اي حاجه بتطلع بغسلها. بتاعه البصل، الطبق اللي كان فيه اللحمه غطا الخلاط، الطبق اللي كان فيه حاجه الشوربه،
السكينه السباتيولا. وهنا حاطه هما دول بتوع معالق الطبيخ اهو زي ما انتم شايفين، دي بتاعه الشوربه، وهنا هحط بتاعه الباميه. يعني طول ما انت واقفه في المطبخ ايدك في الحاجه علشان خاطر ما تتكومش عليكي اي مواعين. انا عليت على اللحمه اهوت، وكده هبتدي انزل عليها بقى بعصير الطماطم. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. وهجيب شويه ميه صغيرين كده في الخلاط، اخد بقيه الطماطم ديت، واجيب رشه سكر علشان خاطر الطماطم ما تعملش اي نوع من انواع الحموضه. على فكره انا بزود معلقه صلصه طماطم اللي هي المعلبه، بس مش دلوقتي، بزودها في الاخر لما قرب اللحمه بتدخل في السوا قبل ما انزل الباميه. طبعا الباميه مطلعتهاش من الفريزر لسه لحد دلوقتي، بطلعها ساعه ما اكون هحطها، علشان اي خضار مجمد لازم يستخدم وهو مجمد، ما يستناش لما يفك وبعدين تستخدميه. هجيب شويه ميه في الخلاط ازود بيهم واحط السكر وارجع لكم تاني. وهوطي بقى على مش هوطي، هسيبها تغلي طبعا، وهغطيها واقواربها برضو زي اللحمه اللي بتتسلق علشان تستوي براحتها. طبعا زي ما بقول لكم احنا بالليل، فطبعا انا مش مستعجله على الاكل، فهحط حاجتي تستوي براحتها خالص اهو. زي ما انتم شايفين اهي اللحمه اهي بتستوي على مهلها. وطبعا لما الميه بتقل بنزودها ميه مغليه من البراد او الكتل زي ما انتي متعوده. ودلوقتي بقى عبال ما اللحمه تستوي براحتها هبتدي انا انضف الخس واللفت، واشوف بقى هنعمل ايه تاني. استنوا نشوف بقيه الحاجات اللي هنعملها. وخلاص يا جماعه اللحمه استوت، وانا طلعت الباميه اهي زي ما انتم شايفين متفرزنه لسه، ما فكتش خالص. هحطها دلوقتي في الصلصه. حطيت الملح للحمه وحطيت الملح هنا للشوربه وطفيت عليها خلاص. هسيبها تهدى، بعدين هافضيها في علبه بلاستيك من اللي هم بتوع التلاجة، واحطها في التلاجة علشان ابقى اعملها ان شاء الله. البامية دي من شهر 8. بصوا انا ببقى كاتبه عليها التاريخ عشان اخد القديم وبعد كده الجديد. هحطها دلوقتي في الصلصة وهنشوف هنعمل ايه مع بعض. خلاص نزلتها اهي في الصلصة. بصوا لسه متجمدة هي بقى، هتفك مع نفسها وتستوي، وان شاء الله نطفي عليها، ويبقى ان شاء الله كده الغدا بتاع بكرة ان شاء الله يبقى جاهز، بحيث ان الواحد لما يصحى يبقى براحته، ما يبقاش مستعجل على الغدا. انتوا عارفين ان اليومين دول دراسة ودروس وكده، فيبقى عندك الحاجة خالصة وجاهزة. حبيتي تعملي شوية فلفل وبتنجان مقلي مثلا بالخل والثوم جنبها، مخلل، اي حاجة بقى. احنا عن نفسنا بناكلها بالعيش، مش بعمل جنبها رز. في ناس بتحب جنبها لازم رز، لكن احنا البامية عندنا لازم نغمسها بالعيش ونعصر عليها الليمون. وفي الروتين المسائي بلم كل الباسكتس بتاعت القمامة من الأوض ومن الحمام، وبلمها في الكيس الكبير بتاع المطبخ، وبتخلص منها واطلعها برا علشان ياخدها الراجل الصبح، وارجع افرش كيس تاني جديد في باسكت القمامة. زي ما انتم شايفين الباسكت نضيف زي الفل لانه بيتغير يوميا وبيتعقب. فهنرجع هشيل الكيس وارجع تاني افرشه. اسفه اذا كنت بنهج، بس عشان انتوا عارفين ان انا تعبانه. ورجعت للباسكت وانا زي ما انتم شايفين برشه بالديتول كده،
كمان، و بمناديل من مناديل المطبخ، وببتدي امسحه كويس قوي. همسحه وارجع لكم عشان التصوير. كده خلاص اتمسح كويس جدا واتنشف كويس جدا اهو. مش قادره اقول لكم ريحته طبعا عامله ازاي، نضيفه جدا وجميله جدا. على فكره ده مش الديتول بتاع المطبخ، ده ديتول عادي انا ملياه في البخاخه كانت فاضيه، لان الديتول ده غلي قوي دلوقتي. ممكن تحطي شويه كربوناتو او بيكربونات صوديوم في حته منديل شبكت في الباسكت، في الباسكت من تحت قبل ما تحطي الكيس، او تحطي جرايد عشان لو كانت القمامة عندك بتنزل اي سوائل ما تبهدلكيش الباسكت. بس كده هبتدي افرش الكيس بتاعي وارجع القمامة مكانها. خلاص كده خلصت موضوع الباسكت. اهم حاجة ان احنا نطلع القمامة بتاعتنا يوميا، نتخلص منها، لان وخصوصا في الصيف وفي الحر، لان القمامة بتعمل ريحة مش كويسة في البيت، ومش حاجة بتطلع بكتيريا وحاجات مش كويسة. ربنا يا رب يسترها معانا جميعا. كده انا خلاص خلصت كله، فاضل بس البامية زي ما انتم شايفين خلاص اهي استوت. سايباها بس تتسبك شوية، الصلصة يعني تتقل شوية. وبكده يكون الروتين الليلي او المسائي بتاعي النهاردة خلص. يا رب يكون افادكم ويكون شجعكم. يلا كل واحدة وراها حاجة تقوم تعملها. انا بس ان شاء الله يعني فاضل لي ان انا اشيل المواعين دي، بس سايباها تتصفى شوية، هشيلها وانشفها وابيت الصفاية فاضية. واشيل الاكل لما يهدى اشيله في التلاجة، ولو ان الجو برد فعادي لو بات بره مفيش مشكلة. بس كده ويكون روتيني النهاردة المسائي خلص. يا رب يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه اي حاجة. ما تنسوش لو الفيديو عجبكم تعملوا لي لايك، واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.